السلام عليكم ورحمة الله. معكم مصطفى بصالح. قلبك عامر بالإيمان. علاش الرجال كيبغيو العاهرات؟ ما شاء الله عليك، بسم الله ما شاء الله. هاد الكتاب فيه بزاف ديال القواعد اللي غادي يخليوك تكوني امرأة خطيرة. تبعوا معايا، غادي نبدا لكم من الاول حتى الاخر. نسمعوا التوضيح ديال الكاتبة. هو الاول، الكاتبة شيري أرغوف كتعني هنا بكلمة عاهرة في الكتاب ديالها هي المرأة القوية، ما كتعنيش بها المرأة بائعة الهوى أو الطحبة بالمصطلح المغربي ديالنا. أنت ولد تافه وواطي وقليل الأدب، إضافة إلى ذلك أنك فاشل لوزر. كتقول الكاتبة باللي كاين جوج أنواع ديال النساء. النوع الأول اللي هي المرأة المحبوبة الطيبة، والنوع الثاني هي المرأة القوية أو اللي المجتمع الذكوري كيسميها العاهرة. المرأة المحبوبة هي المرأة الضعيفة. هاد النوع ديال النساء تيكون ضعيف بزاف وكيهتم بالراجل واحد الاهتمام اللي هو مبالغ فيه لدرجة أنها كتخنقو وكتقول في بالها باللي إلا اهتمت بالراجل داك الاهتمام غادي يرجع ليها. ولكن كيوقع العكس، لأنها كتهبط من القيمة ديالها وكتطيح بكرامتها. وهذا الشيء بطبيعة الحال كيكون ناتج عن عدم الأمان اللي كيكون عند هاد المرأة الضعيفة، لدرجة أنها كتبقى تسولو وكتبقى تقول ليه واش كتبغيني، واش بصح كتبغيني، أحلف بالله حتى كتبغيني. وكتبغي تسمع منه كلمة كنبغيك بزاف ديال المرات بواحد الطريقة مبالغ فيها، وخص ديما يقولها ليها ويحسسها باللي هي الوحيدة اللي في حياته. وإلا شي نهار ما قالهاش ليها أدير ليه فضيحة يا شيخ. وكتبقى لاصقاه 24 ساعة على 24، ما كتعطيش الحرية ديالو وما كتخليش ليه مساحة خاصة فين يرتاح شوية مع راسو. ايدي امد ايدي على مين يا يا واد؟ ستي، على اي حد؟ انت بتلزقي ليه؟ امدها كده كده، الشقه واسعه. انا افتكرت. لا ما تفتكريش. اه. ايوه. وهاد النوع ديال النساء هي المرأة اللي كتكون كتهتم بالمظهر ديالها بزاف لواحد الدرجة كبيرة ومبالغ فيها. أما المرأة القوية كتعني بها في الكتاب العاهرة، هي اللي كتكسب الراجل دائما. وهاد النوع ديال النساء كيكون كيمتاز بواحد الاستقلالية وبواحد الثقة كبيرة في النفس، ما كتكترش من الوجود ديالها بزاف في حياة الراجل، كتطلع عليه مرة وديما كتلقاها غابرة عليه وكتخلي ليه واحد المساحة فين يرتاح ويدير كاع داكشي اللي كيبغي مع راسو، سوا يتفرج في كورة ولا يجلس في قهوة ولا يسافر مع صحابه. المهم كتعطيه الحرية التامة، حيت أغلبية ديال الرجال كيبغيو الحرية وما كيبغيش يحس براسو مسجون أو لا مضغوط. يعني ده اخر كلام عندك؟ ومفيش غيره، مفيش امل؟ مفيش زفت. مفيش امل خالص؟ بقولك مفيش زفت، ما هي أمل الأولى زي أمل التانية، خلصيني. وحتى هي كتكون مشغولة وعندها حياتها الخاصة من الخدمة لاصال، وعندها بزاف ديال الهوايات كتمارسهم. وإلا لبسات وتفركسات ودارت الماكياج فهي كديرو لراسها وكتجمل لراسها، ما كتلبسش باش تبان للمجتمع بلي راها إنسانة مهلية في راسها. وحتى في الممارسة الجنسية فهي ما كتحسبش راسها أداة، بل كتفكر في راسها قبل كل شيء، وكتفكر تشبع رغباتها الجنسية عاد تشبع الطرف الآخر اللي معها في العلاقة. وهنا الكاتبة غادي تعطيك بعض القواعد اللي غادي تتبعي باش تكوني امرأة قوية في نظر المجتمع، وبهاد القواعد غادي تخلي الرجال يحماقوا عليك ويتبعوك. مع بعض النظريات البسيطة الغير معقدة قدرت أتوصل لنتيجة هامة جدا. القاعدة الأولى، قانون العلاقات كيتناقض مع قانون الجذب، أي أنه ما حدك كتبغي الإنسان بزاف عاد ما كيزيد ينفر ويهرب منك، عكس قانون الجذب اللي كيقول ما حدك كتفكر وكتآمن بالفكرة كتجذب داكشي اللي كتفكر فيه لعندك. هنا العلاقات كيختلفوا مع قانون الجذب وكيكون التضاد بيناتهم. وإلا كانت المرأة كتصل وتسول وتصيفط ميساجات بزاف بواحد الطريقة مبالغ فيها، وهنا ماشي كنقولك ما تسوليش وما تعيطيش كاع، حلي معايا دماغك شوية، ديما ديري الميزان، ما تعيقيش بزاف وما تغبريش بزاف، لأنه إلا كان الاتصال والتواصل كتير لواحد الدرجة كبيرة
هنا الراجل كيمل وكيهرب منك وكتبان ليه مسالية وما عندك حتى هدف في الحياة وما عندك ما يدار. القاعدة الثانية، النساء اللي كيتبعوهم وكيلصقوهم الرجال بزاف ماشي بالضرورة أنهم نساء استثنائيات واو، ولكن كتحاول أنها تخلي واحد لازون ديالها أو واحد المنطقة شخصية ديالها وما كتكونش كتبع الراجل أو كتهتم به اهتمام مبالغ فيه لدرجة أنها كتمرضو وكتخليه ينفر منها. القاعدة الثالثة، الراجل كيعاملك كيف ما انت كتعاملي راسك وكيشوفك بالنظرة اللي انت كتشوفي بها ذاتك. إلا كنتي كتعاملي راسك بلا قيمة فهو أكيد ما غاديش يعطيك قيمة، وإلا كنتي كتشوفي راسك زوينة وقوية وعندك الثقة في راسك فهو هنا كيشوفك أميرة وكيهبل عليك. القاعدة الرابعة، ماشي عيب أنه المرأة تبين الخوف ديالها من الراجل، حيت المرأة القوية كتبين خوفها من الراجل، ولكن ما كتبينوش ديما باش ما تنزلش من القيمة ديالها. كتكون ذكية كتعرف امتى تبين وامتى لا باش بهكذا ما يحقرهاش وما يقولش هادي ما غادي نعول عليها في والو، ديما خوافة ومرعودة. عكس المرأة المحبوبة الطيبة اللي ما كتبينش الخوف ديالها نهائيا وكتخبيه وكترجم الأفعال اللي الراجل غالبا ما كيفهمهاش، وشي نهار وبدون سابق إنذار كتنفجر وكتفرش شخصيتها القوية المصطنعة قدامه. القاعدة الخامسة، ديما حطي قيمتك والكبرياء ديالك فوق كل شيء وما تكونيش مدلولة. احترمي نفسك يا هاني، احترمي نفسك. وما تخليش العاطفة تغلبك، ماشي غير تحتي فيه تولي ضعيفة، حيت هو حب المرأة القوية الأنيقة الواثقة من نفسها اللي عرف نهار الأول. إلا تحتي فيه وتبدلتي أو تبدلات معاملتك ليه غادي يمل منك ويحس باللي أنك مرة أخرى اللي معاه ماشي اللي عرف نهار الأول. وحاجة أخرى، ماشي غير تطيحي فيه وتخليه يمشي كيف ما بغى، تخلي خدمتك وصحاباتك وقرايتك وعائلتك على قبله. عندك يا الهبيلة ديريها، ديما تشبتي بأحلامك وما تغيري والو من داكشي اللي كنتي كديري قبل ما تعرفيه. بغاك مرحبا، ما بغاكش الباب الحباب. حشمت نقول واحد الكلمة أخرى يا راجل. القاعدة السادسة، ملي المرأة كتطلب بزاف ديال الحوايج عاطفية من الراجل فالراجل كيمشي بحالو. الراجل ضروري خصك تعطيه المساحة ديالو، ما تحاوليش تكوني معاه بحال شي كوميسير قوة الأسئلة والضغوطات وحاضيها فين ما مشى وحاضيها صحابو مع من خرج فين جلس شنو كلا مع من هدر. الله يا اختي الله، مالك على حالتك. القاعدة السابعة، المرأة اللي كتآمن براسها وكتآمن بذاتها وعندها ثقة في راسها ما كديرش مجهود كبير باش تجذب ليها الراجل، ما كديرش شي حوايج فوق طاقتها باش تجرو ليها، ما كتصنعش، كتكون على طبيعتها. ولينا كنشوفوا بزاف ديال البنات ولاو كيتصنعوا وكيلبسوا شخصية ماشي ديالهم وكيبينوا واحد الأنوثة معيقة باش تجذب ليها الراجل. بالعكس، خصك تكوني على طبيعتك، تهلاي في راسك وفي الأناقة ديالك، ولكن ماشي تصنعي وتبداي تمثلي باش تجري لعندك الراجل. آخر قاعدة واللي مهمة بزاف ودخليها لدماغك، الراجل ما كيعرفش المراوغة. يعني بلا ما تبقاي تمعني ليه وتهدري معاه بالألغاز والرموز، الراجل دماغه عنده نيشان غارس. إلا بغيتي شي حاجة جيه مباشرة، حيت الدماغ ديال الراجل كيخدم بالعقل والمنطق، فبلا ما تحاولي تبقاي تمعني ليه باش يفهمك ومن بعد تجي تبقاي تبكي وتشكي وتقولي ما كيفهمنيش. كوني صريحة، واجهيه نيشان باش علاقتكم تمشي مزيان وبلا عصبية وعدم تفاهم. الله يرضي على بنتي، كنتمنى لكم يوم سعيد، كنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم. كان معكم با صالح، خليت لكم الراحة وتهلاو في راسكم.